السلام عليكم شباب. عندي لكم دراسه ديال المعلوميات فابور وبلا حتى شي شهاده، كون غير معلم ومرحبا بك. هاد المدرسه هي 1337 وما بين احسن المدارس ديال البرمجه وديال المعلوميات في المغرب. الغريب في الامر انها ما كطلب منك يكون عندك لا ديبلوم لا والو، هي مفتوحه في وجه الجميع وتزيدك فابور. اهم حاجه هي انه يكون عندك اهتمام بالمجال ديال المعلوميات وديال البرمجه، وهاد المدرسه راه عندها علاقه بالمدرسه اللي هي 42 اللي كاينه في باغي. ما بين المعلومات اللي كيخاص تكون عارفهم هو ان مده ديال الدراسه في هاد المدرسه هي 3 ديال السنوات، والمدرسه حاليا كتواجد في 4 ديال المدن اللي هي بن قرير وخريبكه والرباط وتطوان، والتمويل ديال المدرسه كيتم عن طريق لو سي بي ديال الفوسفات. اما بالنسبه للنظام الدراسي فهو ما فيش الاساسي بتاتا، يعني كتعلموا مع بعضياتكم، وهذا هو النظام اللي كنسميوه النظام ديال التعلم بالاقران، يعني كل واحد فيكم كيعلم الاخر داكشي اللي تعلموا، لان دابا لافورماسيون موجوده فين ما مشيتي، فكيخص غير الواحد تكون عنده الاراده ويكون باغي يتعلم وغادي يتعلم اي حاجه بغيها. وجو بونس كو ان هذا هو النظام الدراسي اللي غادي يجي في المستقبل واللي خصو يكون سواء في المدارس حكوميه ولا في مدارس خصوصيه. وحتى الامتحانات حيد عليا داك الامتحانات التقليديه ديال الورقه والستيلو، ولا ديال انك داكشي اللي قريتيه خاصك انك تفاليدي خوينا داك الجميح وغادي يعطيوك النقطه. لا، هنا تيحط لك مجموعه ديال المشاريع، ولا نقدروا نقولوا مجموعه ديال المشاكل ولا ديال الاشكاليات اللي كيخصك تكون عندك القدره وديفلوبيتي واحد لا كومبيتونس، واحد المجموعه ديال لي سكيلز اللي قادر انك تفتح بهم داك المشكله. وكل ما فتحتي مشاكل اكثر كل ما كتطلع في ستاجات، بحال راك لاعب في شي جو كتفتح ستاج بستاج ستاج بستاج في ذاك الجيم لمده 3 سنين حتى كتوصل للاو ليفل. اما بالنسبه للتجهيزات فما نتكلموش عليها، لان المدرسه مجهزه بمجموعه ديال الحواسب اللي هما عاليه الجوده. كنتكلموا على الايماك 300، وحتى لا كونيكسيون راه طياره وكتفوت 1 جيجا بايت بار سكوند. بالنسبه للماكله راه متوفره فابور في جميع المدارس، ولكن السكن كاين دابا حاليا في بن قرير وقريبا غيكون في خريبكه. والواهر في هادشي كامل هو ان المدرسه كتبقى فاتحه 24 ساعه على 24 ساعه و7 ايام في السيمانه. دوك ممكن انك تقرا في اي وقيته رشقات لك في النهار وفي اي وقيته رشقات لك في السيمانه، ما كاينش لي جور فيغي، انت حر. وبيان سور من حقكم ترتاحوا. هذا علاش المدرسه كتعطيكم واحد 6 شهور ديال العطله اللي تقدروا تقسموها نتوما كيف ما بغيتوا في داك 3 ديال السنوات اللي عندكم، وكتاخذوها 3 ديال المرات. وما كنظنش بانكم غادي تملوا، لان ديما كتكونوا اون جروب وديما عندكم داك الحافز باش تتعلموا اكثر وبانكم تزيدوا تطوروا من المهارات ديالكم. اون بلوس كو كاينين قاعات ديال الاستراحه وديال البلاي ستيشن وديال البيار، المهم كاين امور ترفيهيه في المدرسه. بالنسبه للشواهد في المدرسه كتعطيكم بجوج ديال الشواهد فاش كتوصلوا لواحد المستوى معين، ولكن كنظن الا كنتو عندكم لا كاباسيتي انكم تفتحوا بزاف ديال المشاكل للشركات، فكنظن الشركات هما اللي غيقلبوا عليكم وبلا ما يطلبوا لكم اصلا هاد الشواهد. وبخصوص المنحه فالمدرسه كتعاونك بواحد المبلغ مالي ديال 1000 درهم اللي كتعطي لك كل شهر، غير هو بشرط انك تفوت 100 ساعه ديال الخدمه وديال الاجتهاد في الشهر. المهم الشباب هذا هو السيت اللي خاص بالتسجيل. اما بالنسبه للشروط فكما قلنا ما كاين لا دبلوم ولا والو، خاص غير السن ديالك يكون ما بين 18 حتى 30 سنه. بعض المرات كيقبلوا انك تكون قل من 18 عام الا كنتي كدوز داك العام الباك ديالك، ومن بعد الباك مرحبا بك. وهما كيقول لك لا حبذا يكون عندك الباك، لان ماشي الهدف ديالهم انهم يخرجوك من القرايه باش تجي انك تتعلم الانفورماتيك، فعلى الاقل يكون عندك واحد الباك ديالك باش من بعد تقدر انك تدعم بيان سور داك المهارات وداك الشيء اللي تعلمتيهم، بانك دزتي من واحد لافاز ديال لونسينيومون اللي هي اكاديميه وعاد مشيتي دير هذا التعلم الحر. اما بالنسبه للتسجيل فهو ما كاينش واحد الاجل خاص للتسجيل، ممكن تسجل وقتاش ما بغيتي، غير هو بما انك سمعتي المعلومه دابا ومازال طريه سير تسجل الا كنتي انتريسي. وثاني حاجه هما فاش كتسجل كيديروا لك واحد الميعاد انك كدوز واحد لو تيست عن بعد، داكوغ. ولو تيست الاول الا تفاليدا عاد كدوز التيست الثاني اللي كيكون بريزونسيال، كتمشي لعندهم فين باغي تقرا وكدوز لو تيست ديالك، وداك الساعات عاد كيعطيوك لاكسي لواحد لافاز ديال 4 شهور ديال لا فورماسيون بازيك على ما كتوجد باش انك تدخل وتبدا لا فورماسيون ديالك معاهم. المهم انا هاد المعلومه هادي غير بغيت نبارطاجيها معكم، لان كاين بزاف اللي كيكونوا باغيين يديروا لو دومين ديال الانفورماتيك، ولكن بما انهم ما كيكونوش سيون سمارت ولا كيكون اصلا ما خدا الباك ديالو ولا مازال ما خداش الباك ديالو وكيكون متخوف، فالا كنتي عندك دي سكيلز وعندك ما تقول فهاد المدرسه
نورمالمون مفتوحه لذاك الناس اللي في عطمه يبقى يتشكى ما عنديش الاليات، ما عنديش فين نخدم، ما كاينش شنو ندير، وانت قادر تعطي اكثر، فهي فتحت لكم المجال ان هي غتعاونكم. غير المهم كونسيديو مولاي وغتاثركم بيان سور باش انكم تمشيو، لان محتاجين سواء في البلاد ولا خارج البلاد الناس اللي عندهم مهارات واللي قادرين انهم يفتحوا مجموعه ديال المشاكل والمعضلات. تحياتي لكم الشباب ونتمنى لكم التوفيق والنجاح، وخليوا لي الاسئله ديالكم في لي كومونتير ومنلقى لا فيديو ماجي ان شاء الله. مع السلامه.